عملت معاكم في حلقات اميزنج والجماهير ميركاتو. النهارده يا جماعه انا معاكم في كنت خلاص تقريبا خلصت الفئه الجماهيريه ما عدا فريق الاتحاد السكندري فقط. والنهارده هتكلم طبعا انا بسجل دلوقتي قبل مباراه سيراميك كليوباترا والاتحاد في الدوري في الاسبوع التاسع المضغوط واللي ماشي برضو كالعاده سبحان الله سمك لبن تمر هندي. يعني فجأة نلاقي ان ممكن بين المباراة والمباراة تاخد اسابيع او بين الاسبوع والاسبوع تاخد اسابيع ميلادية يعني. وفي اسابيع في الدوري نعمل 3 4 اسابيع في 10 ايام. تمام، فحاجة من الاعجب العجيب يعني حاجة بدون اي نظام ولا اي شيء. وادي الرابطة اللي قالوا ان هي هتعمل وهتسوي هتغير شكل الدوري ولا توقفات ولا مش عارف ايه وهيبقى فيه انتظام وفي نظام مختلف وهيبقى فيه تطويرات رائعة في كذا وكذا. كل ده مفيش ولا اي حاجة ولا في اي جديد. حتى اخر حاجة بيتكلموا على برضه مستوى التحكيم والمشاكل اللي في التحكيم. واخرها جهاد جريشة اهو. جهاد جريشة طالع في احد البرامج وقال سبحان الله اللي انا قلته ذكرته توقعته برضه قبل الجميع بشهور كاملة، ما كانش سنين كمان. من أول الفار ما اتعمل وأكدت على إن في لغط وفي مشاكل وفي لخبطة في تطبيقه من قبل الجماهير المصرية وجميع مستوى العالم كله، لكن بالتحديد كانت الجماهير المصرية أكتر. الحكام أنا آسف المصريين أكتر. وبعدها أهو بيتكلم على إن بقى في اتكالية حتى هو ذكرها. وجهاد جريشة يعني رغم ان انا كنت متحفظ عليه كحكم بصراحة انه مش حكم مميز، لكن كإدارة هو مرشح يكون رئيس لجنة الحكام القادم بقوة كمان. فأهو يعني يعتبر واحد المرشح القوي أو الأول إنه يكون رئيس لجنة الحكام الفترة القادمة. بيقول إن التحكيم بقى فيه اتكالية، إن الحكام بقوا دلوقتي ما بي يعني متكلين بشكل كبير جدا جدا على حكام الفار، إن هم اللي يخلصوا لهم الدنيا، هم اللي يظبطوا لهم الدنيا. أهو يعني نفس اللي قاله أهو أحد البرامج زي ما قلت. كان قال الكلام ده بوضوح كامل، إنه كان بيتكلم على محمد معروف على ما أتذكر. انه ده حكم كبير في المباراة، وانه ما ينفعش ان كل حاجة كل القرارات المهمة والمصيرية يعني كريتيكال او القرارات اللي هي الأساسية كلها ياخدها حكم الفار. ده اللي انا حذرت منه تماما تماما. وقلت ان ده ما ينفعش، وان الامور مش هتكون بالشكل الامثل، وان مش هيكون من أشكر فضله كالعادة سباق في كل شيء الحمد لله خاص بمجال الرياضة وكرة القدم خاصة، مش على مستوى المصري فقط، لا يمكن على المستوى طبعا على المستوى العربي والأفريقي بشكل كامل، والمستوى العالمي كمان الحمد لله أحمد ربنا يشكر فضله. على فكرة سون هيونج مين طبعا اللاعب الرائع توتنهام المظلوم يعني مش واخد حقه أبدا، بيفوز بجائزة أفضل لاعب في كوريا الجنوبية لعام 2022. لا أنا شايفه لازم 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 يكون ياخد حظوته ومكانته أكتر من كده بكل المقاييس. كمان سبق خرافي آخر الحمد لله بيتحقق في خلال أيام يا جماعة. يعني الحمد لله مش الأمور فقط اللي بتكلم عنها من سنين وبتتحقق تماما كالعادة، ولا اللي قلتها من شهور، لا ده كمان حتى اللي قلتها من أيام. كلامي عن إن متوقع جدا جدا المشاكل اللي هتحصل بين كيليان مبابي وميسي، وان اداره باريس سان جيرمان حاطط قنبلتين موقوتتين جنب بعض، وحاطط اداره يا جماعه بتتفنن ان هي تفشل كل يعني المشروع بكل ما اوتوا من قوه بمعنى الكلمه. شيء غريب جدا يعني انت جايب يعني مش قادر افهم والله، يعني حاجه مش ممكن. فبكل بساطة أهو الكلام بيأكد تماما من الصحف العالمية والمواقع العالمية، مش هتكلم بقى مواقع أي كلام، لا المواقع العالمية كبرى بتأكد تماما إن الموضوع يعني مش هيكمل على خير زي ما بيقولوا. وزي ما قلت الله يكون في عون كريستوف جاليتيه، أنا قلتها بكل ما تحمل كلمة من معنى يعني. كان ليا سبق خرافي. طيب نبدأ مع بعض بسرعة جدا عشان أنا بسجل دلوقتي قبل المباراة بحوالي يمكن ربع ساعة أو تلت ساعة تقريبا. مباراة الاتحاد وسيراميكا كليوباترا، وهبدأ أتكلم عن الفرقتين هاخدهم في حلقة النهاردة، لأن طبعا أنا اتأخرت أنا بعتذر جدا. بس ربنا يعلم مشاهد إن كل اللي بيتقال دلوقتي هو نفسه اللي أنا كنت هقوله في بداية الميركاتو بالظبط. ده طبعا بتكلم عن اللاعبين اللي أنا شفته أو اللاعبين اللي أنا أعرفهم، اللاعبين اللي ليا يعني نوع من المتابعة عنهم. تمام، مش بتكلم عن لاعبين جدد أو لاعبين أول مرة أشوفهم سواء من دوري درجة تانية أو من اللاعبين الأجانب. تمام، فنبدأ مع بعض في الأول نبدأ بالاتحاد السكندري بعد فاصل سريع جدا، ونبدأ مع بعض في حلقة الميركاتو النهاردة.
نادي الاتحاد ونادي سيراميك كليوباترا، واحاول اخد كمان نادي اخر معاهم في حلقه النهارده، يبقوا 3، ونكمل ان شاء الله حلقات بشكل متتابع. نبدا الاول بالاتحاد. طيب، نبدأ مع بعض بنادي الاتحاد يا جماعة. وكالعادة الأخطاء الفادحة اللي بتحصل في الميركاتو اللي أكدت عليها كتير جدا قبل كده، وأكبر خطأ وأكبر مشكلة وأكبر حاجة في الموضوع هي تدخل الكبير جدا جدا جدا، اللي يعني أساس القصة هو تدخل الأستاذ محمد مصلحي في ملف الميركاتو، وإن هو دايما اللي لازم هو اللي بيعمل بشكل كبير الميركاتو. اوكي، بالتنسيق مع الإدارة الفنية وكلام ده، لكن هو في الموضوع واساسي بكل معاني الكلمه، وده خطأ فادح قلتها كتير جدا قبل كده. وطول ما الامر بيمشي بالطريقه دي، الفريق مش هتقوم له قومه زي ما بيقولوا، او مش هيوصل ابدا انه يكون من الفرق حتى المنافسه. مش هقول لكم حتى تفوز ببطوله، لا، من حتى من الفرق المنافسه. وانا باكد لكم الكلام ده كل سنه وبيصدق كلامي الحمد لله. وفي سنين باكد ان الفريق هيعاني وبيصدق كلامي برضه. السنه دي لا، مش هيعاني الفريق زي السنه اللي فاتت لما اكدت، بس هيكون في فرق الوسط. وانا قلت لكم قبل كده الجدول نظامه ايه برضه، من يعني احد الحمد لله المصطلحات الحصريه واللي بتثبت تماما صحتها، اللي هو تقسيمه الجدول. تقسيمه الجدول عباره عن ايه؟ 4 اماكن او 4 مراحل. الفرق اللي تحت خالص اللي هي فرق الهبوط او اللي بتنافس على الهبوط، المنافسه على الهبوط. في الوسط الفرق الوسط اللي ما لهمش لا نقطه ولا جمل من الموضوع اصلا. بعد كده الفرق التنافسيه، بعد كده الفرق المنافسه. الاتحاد في الموسم اللي فات وضحت هيكون ازاي، والايام اثبتت كل حرف قلته، وحتى المركز بتاعه كمان. بالنسبة لي السنة دي نفس الكلام، يرجعوا لحلقتي المدوية اللي عملتها قبل بداية الدوري، اللي كانت يعني جبارة بمعنى الكلمة، وأوضحت فيها بالتفاصيل الاتحاد هيكون فين بالظبط. تمام. بالنسبة للميركاتو، الميركاتو الحالي برضو بيعكس اللي أنا قلته تماما. تخبطات، لخبطة، يعني عدم وجود، يعني عدم الدراية الصحيحة يعني ايه معنى كلمة ماركات، وازاي اجيب اللاعبين اللي يصلحوا واللاعبين اللي يناسبوا النادي، واللاعبين اللي ممكن يحطوني في الاستراتيجي اللي مطلوبة، اللي هي اصلا زي ما قلت قبل كده كتير جدا أندية مش عارفة اصلا. يعني رقم واحد بعمل استراتيجي قبل بداية الموسم، وبناء على البادجت اللي معايا اللي هو الميزانية، ببدأ احدد والله الاستراتيجي بتاعتي هتكون عاملة ازاي. تمام. واربطها بالميزانية المحطوطة. بعد كده ابدا اجيب اللاعبين اللي يصلحوا للاستراتيجي دي. لكن كله سمك لبن تمر هندي زي ما قلت، كله عك في عك. نبدا مع بعض. الفريق جاب اول حاجه في الموضوع كله تعاقد مع مدير فني لا يصلح، مدير فني على محدود القدرات جدا، مش عايز اقول لكم سيء. مدير فني لا يصلح ابدا يحط في الا لو كانت استراتيجيتهم كده، الا لو كان بقى الاتفاق بينهم كاداره ان احنا والله يا جماعه احنا بنتكلم في فرق الوسط، خلاص يبقى زوران في الحاله دي يعني اوكي يمشي الامور، مش هقول لا. لكن مدير فني عنده قدرات وامكانيات، هو اصلا مش يعني عشان ننسى تماما كلمه كوتش، ده مش كوتش ابدا. وكمدير فني، مدير فني تقليدي للغاية، اللي هو على قده قوي زي ما بيقولوا، بيمشي الأمور. تمام. فإن كان الكلام والاستراتيجي خاصة بالاتحاد، وده الواضح إن هي فرق الوسط، خلاص أوكي، ده يبقى تمشي الأمور. بس عشان أنا أجيب مدير فني بالشيء الفلاني وأدفع له مبالغ ضخمة، وكمان جهاز كامل بيبقى في أغلبيته بيبقى أجانب، ودولار ومش دولار، وفي أزمة دولار عالية كل الكلام ده، وفي الآخر يحطين فرق الوسط اللي هو أنا لا ناقة لي ولا جمل زي ما بيقولوا. يعني انا لا بنافس ولا من الفرق التنافسيه ولا اي حاجه، ولا بسعى لبطوله، ولا بسعى حتى منافسه على بطوله، ولا مشاركه في افريقيه، ولا مشاركه عربيه، ولا اي حاجه. يعني ما فيش مداخيل هتيجي. تمام. في نفس الوقت مدير فني مش هيطلع لي لعيبه من تحت، مش هيبدع لي، مش هيزود امكانيات لعيبه معينه، لا، ده انا جايب له كتيبه لاعبين. فحاجه غريبه جدا يعني. فكان افضل مدرب مصري يقوم بالموضوع، وكان يقوم بيه احسن حتى من زوران نفسه. تمام. طيب، فدي أول حاجة، زوران لا يصلح أصلا، يعني تعاقد خاطئ تماما من كل الأوجه. تعال بقى للاعبين. إبراهيم حسن بيراميدز، تعاقد رائع بمعنى الكلمة، ده التعاقد اللي أنا دايما أثنيت عليه. لاعب متميز جدا، لاعب مهم جدا. بس الغريب في الأمر، وده اللي يأكد حتى زوران طول الفترة اللي فاتت بيلعبوا بديل، ولما بينزل الراجل بيثبت نفسه جدا وبيأدي بشكل متميز. يعني بيثبت تماما حتى اني حتى ابسط الامور اللي انا قلتها في اي مدير فني في الدنيا، اني استفيد بالامكانيات اللي عندي، مش موجوده. ادي هو لاعب زي ده. تعالى لاعب اخر اسمه ناصر، لاعب متميز على فكره، واللاعب ده اتظلم، لاعب دايره موجود في كان في نادي الجونه. لاعب حقيقه انا شايف ان اللاعب ده متميز، وكان ممكن جدا يطلع منه حاجه متميزه، برضه ما استفادش بيه خالص. تعالى لاعب تالت نفس الكلام، لاعب جيد بكل مقاييس، اسلام عبد النعيم، جاي برضه من الجونه، لم يستفد بيه استفاده محدوده للغايه. لاعب عنده مهاره، عنده امكانيات، عنده قدرات، برضه ما زال لسه متخبط لانه مش لاقي اللي يعرف يستفيد بامكانياته.
تمام، برضو ادي 3 لاعبين هم جيدين بكل المقاييس، مش واخدين الحظوة والمكان. تعالى اللاعب الرابع، آه، 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 اللي هو محمد صالح، لاعب متميز جدا، اللاعب الباك اللي خسر المصري بكل المقاييس بسبب حسام حسن كالعادة. وادي هو حسام حسن اهو، الايام بتثبت كلامي، هو بعد ما رجع اهو ما فيش، يعني زي ما قلت قبل كده واكدت انه يعني الامور يعني ما فيش اختلاف، والايام هتثبت. كان المره الولايه مش عارف الرابعه ولا الخامسه، اغرب حاجه في الدنيا مدرب يا جماعه يدير فريق 4 ولايات او 5. يعني ده يدل على الافلاس الكامل، الافلاس الكامل بمعنى الكلمه، من اداره او الادارات المتعاقبه. المهم، محمد صالح ادي اللاعب الرابع كمان متميز برضه، مش واخد بشكل كافي، ما بيلعبش كتير، موجود بديل برضه اوقات كتير، لاعب باك يمين رائع، قلب دفاع جيد بكل المقاييس، حاجه غريبه جدا. تمام، فادي تعاقد كمان جيد. تمام، تعالى بعد كده لمهدي سليمان، انا شايف تعاقد عادي، يعني انا مش شايف ان هو الحارس المتميز قوي الرائع، لكن هي دي البوتقه او التيمه او الليفل اللي دايما بيسعى ليه الاتحاد. قلما لما بنشوف انه يجيب حارس رائع، حصلت مره واحده بس لما جاب، لو نتذكر، نادر السيد وكان موسم تاريخي للاتحاد، ووقتها اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اني وقتها انا قلت الاتحاد هيبقى حاجه كبيره جدا بالتعاقدات اللي اتعملت. لو فاكرين كان وليد صلاح ومحمد فضل، واعتقد حسن مصطفى لما اتذكر، ونادر السيد، كان 5 6 كده. سيبك من قصه رديف اهلي وزمالك، لا ما كانوش رديف، كانوا لاعبين عندهم قدرات وامكانيات، وكانوا في عزهم في الوقت ده، او قادرين على الاقل يدوا سنتين 3 بشكل متميز، وده اللي حصل، ادوا سنتين عاليين جدا. وفرق لولا اني ما كملش بنفس الاستراتيجيه وما دعمش صح بعد كده لاداره النادي، فالدنيا يعني كانت يا دوبك بس مرحله مش اكتر. فالمهدي انا شايف انه يعني مش الحارس الرائع ابدا، وبعدين جاي كان اسير دكه بودلة، يعني ما كانش بيحتك كتير، ما كانش عنده امكانيات المتميز، يعني ما كانش اسف عنده حته الاحتكاك المستمر، ف يعني مشكله. فادي تمام. تعالى بعد كده برضو التعاقد متميز جدا جدا جدا، وبرضو لاعب خسره المصري جدا، اوستن اموتو، لاعب متميز بكل المقاييس واستفاده منه عالي جدا، بس برضه مش بياخد بشكل دايم. يعني يا جماعه عشان ابسط الامر، انت بتتكلم دلوقتي عن حوالي 5 لاعبين متميزين ومش واخدين فرصه جيده، ابراهيم حسن، ناصر، اسلام عبد النعيم، ادي 3، محمد صالح واوستن اموتو، ال5 دول المفروض ما يطلعوش في الملعب، ال5 دول المفروض يكونوا اساسيين، 5 دول ما يطلعوش بمعنى الكلمه. ضيف عليهم كمان لاعب ممكن جدا يكون بديل متميز، اللي هو محمود عبد العزيز، بس يرجع لمستواه، لاعب الدايره طبعا او الديفندر المتميز بكل المقاييس، لكن طبعا الاصابات اثرت عليه، وتلاجة الزمالك اثرت عليه جدا جدا جدا. ادي المجموعه دي، محمود علاء بعد كده من الزمالك تعاقد عادي جدا، وهو الغريب انه بياخد اساسي في الفريق. زي ما قلت في مش بشكل دايم طبعا في الفريق، في منطقة الدفاع. أنا مش شايف أبدا أي جدول مشاركاته، لاعب جاي في أسوأ حالاته، في أقل حالاته من نادي الزمالك. انتقاد شديد جدا ليه، والحمد لله كنت أول حد أكدت الأمر ده وأثبته بالأدلة الكاملة. فرايح لنادي المفروض طموحه إنه يكون أفضل، وأنت جاي واخد لاعب أصلا هيبقى عبء عليك، فنقطة غريبة جدا. ده محمود علاء. عندك كمان كمان هقول لكم حالا، في لاعب اسمه جافين كيزيتو، ده من كامبالا اف سي، لاعب اوغندي، انتقال دائم برضه للاسف، انا مشفتوش خالص لحد دلوقتي، مش قادر ان انا احكم عليه. في خالد صبحي اللي جاي من سيراميكا كليوباترا، لاعب عادي، انا برضه مش شايف اي جديد، يعني إيه الافاده اللي ممكن يضيفها. احمد سيد غريب من الاهلي، اللي بيلعب في النادي الاهلي برضه، شرط شباب كالعاده المعتاده بتاعت كل سنه، ومفيش برضه لا جدوى منها، ولا وما بيشاركوش بشكل دايم كمان. كمان لاعب اسمه احمد عيد جاي من النادي الاولمبي، انتقال دائم. اللاعب ده على فكره لاعب واعد جدا يا جماعه، انتظروه، لاعب واعد بكل المقاييس. هيجي منه، عنده سرعات ومهاره وامكانيات حقيقيه، لاعب صغير على فكره، انتظروا اللاعب ده برضه هيبقى لاعب مميز على فكره الفتره اللي جايه، بس ياخد بشكل دايم ويكون بشكل منتظم. فده بالنسبه لي ماركاتو بشكل عام مش وحش ابدا، يعني ماركاتو جيد بكل المقاييس كمجموعه لاعبين وامكانيات وقدرات. المهم المدير الفني يشرك اللاعبين دول. بس هنا في نقطة، انت بتتكلم دلوقتي في اللاعبين الراحلين، يعني دلوقتي القادمين في منهم مجموعة لاعبين حقيقي عندهم يعني جودة، لكن برضو جودة متفاوتة. يعني لو بنتكلم في الجودة بشكل عام والتأثير، ابراهيم حسن رقم 1 بكل المقاييس، اللي هو ما بيشاركش دايما. اسلام عبد النعيم لاعب جيد بكل المقاييس، انا بنتكلم في كليفل. ناصر جيد. مثلا هو اسلام عنده اكتر على فكره، بس انا بتكلم في المستوى الحالي بسبب عدم مشاركات الدائم والكلام ده. محمد صلاح لاعب جيد مرتفع بمعنى الكلمة في الوقت الحالي. اوستن اموتو لاعب جيد مرتفع، بيوصل جيد جدا كمان. محمود علاء طبعا بسبب الاصابات، محمود عبد العزيز انا اسف، بسبب الاصابات، فانا بديله جيد اقصاها.
تمام. احمد عيد ده يجي منه على فكره، اللاعب ده ممكن يوصل جيد جدا على فكره، ممكن يوصل جيد بس بامور معينه، يعني متابعه دقيقه، ياخد كتير، حته الغرة تبتعد عنه، حته التعامل النفسي معاه مهمه جدا، التاهيل النفسي مظبوط يعني بشكل هيفرق جدا. فهو حاليا جيد جيد مرتفع في كمستوى. بس فدي نقطة كمان مهمة جدا. لكن الراحلين، ما برضه في مجموعة راحلين كتير جدا من الاتحاد كانوا مؤثرين، هنتكلم عنه برضه بالتفصيل ونعمل المقارنة ونثبت نشوف هل انت يعني جودت او قويت قائمتك ولا زي ما هي، يعني مفيش جديد. فدي برضه نقطة مهمة جدا يعني نحطها في بالنا. ندخل مع بعض على راحلين عن نادي الاتحاد يا جماعة. الراحلين عن نادي الاتحاد، رقم واحد عندنا عبد السميع إبراهيم اللي هو كابتن الأهلي سيمو. وانا بالمناسبه ضد حكايه الاسامي الدلع في كره القدم، انا مش معاها خالص. يعني الموضوع بقى قميء جدا، وبقى كل من هب ودب بقى بيعمل الامر ده، والحكايه بقت تايهه خالص. فانا ضد الامر ده تماما. يعني انا مع ان الاسم الطبيعي للاعب هو اللي يتقال. انت عندك، وده برضه ان شاء الله تكون احد الاسس باذن الله في السوبر بول باذن الله والميني سوبر بول، ان حضرتك ليك الاختيار ما بين ان انت تقول اسمك الطبيعي اللي هو مثلا اسمك مثلا آه، احمد محمود مثلا. تمام، احمد محمود. طب احمد محمود مثلا علي، يبقى ليك الاختيار ان انت تختار احمد محمود او احمد علي. تمام، احمد محمود او احمد علي على سبيل المثال. تمام، او ممكن لقب العيله، لو لقب العيله موجود بس يكون لقب عيله العيله فعلا، مش اسم انت بتخترعه. يعني لقب العيله فعلا بحسب السجلات. يعني احمد محمود علي مثلا الشرقاوي، يبقى احمد الشرقاوي مثلا يعني. تمام، بس يعني بما لا يتعارض مع اسم اخر للاعب اخر، يعني ما يكونش في احمد الشرقاوي برضه. في الحاله دي انت لو تم تسجيل لاعب اخر باسم احمد الشرقاوي مثلا يبقى ما ينفعش. تمام، عشان التضاربات اللي بتحصل واللخبطه اللي بتحصل. وممكن لو في يعني اسماء متعدده تكون متشابهه، يبقى ممكن استخدام الاسم التالت. يعني ممكن ده اسم احمد الشرقاوي، يبقى تاني ممكن اقول احمد علي الشرقاوي عشان يبقى في فرق بين كده. زي كان في اتنين لاعبين احمد علي واحمد علي كامل، فكانوا بيقولوا احمد علي اللاعب الباك اللي هو اللي كان في الاهلي والمقاولين وبعد كده وقبلها كان اعتقد المنصور على ما اتذكر. وفي احمد علي كامل اللي هو اللاعب اللي كان برضه في الزمالك لو نتذكر، ولعب في فتره المقاولين ولعب فتره في اكتر من نادي. فده يتقال عليه احمد علي كده، فاوكي يعني ممكن مسموح بالامر ده. تمام. لكن بتكلم على التيشيرتات، لكن بتكلم في الاعلام. الاعلام يقول الاسامي اللي تكون في تفرقه ما بين لاعب واخر عشان يبقى في سهوله للتفرقه بين الاثنين لاعبين. انا نفسي عانيت من الامر ده مع لاعبين كثر على فكره، اني في فلان وفي علان نفس الاسم بالظبط. طب يا جماعه، هو ده ولا ده في اختلاف؟ وتلاقي حتى بينزل في السوشيال ميديا او بينزل في المواقع او المنصات او التطبيقات. انا اسف، المواقع او المنصات المختلفة الخاصة بالرياضية، يعني تلاقي برضو ما فيش اختلاف. يعني بتبقى في لخبطة كبيرة جدا. لو فاكرين حسام حسن، في ثلاثة حسام حسن كانوا في الدوري في وقت من الأوقات، كان في ثلاثة حسام حسن. تمام. فلازم يكون في وقفة للأمر ده كمان. الحاجات دي بسيطة لكن بتفرق وبتبين النظام في المسابقة دي أو في الأمر ده. بيبين إن فعلا في نظام، في حاجات بسيطة لكن بترمز لتواجد منظومة حقيقية بنظام محترم. تمام. فانا هتكلم بقى دلوقتي يا جماعه يعني هحاول قدر الامكان اتكلم بالاسامي الطبيعيه، لكن مضطر ان طبعا انتوا عارفين اكيد الاسماء الشهره، فهقول اسم الشهره مؤقتا لحد بعد كده ما اثبت لكم الاسامي الطبيعيه للاعبين. طيب، عبد السميع ابراهيم لاعب انا شايف ان هو خساره. لاعب كان جيد، عنده امكانيات، عنده قدرات، عنده مهاره. انا شايف ان هو كان لازم يستمر مع الفريق حقيقي. كريم يحيى اهو، لا هي ما اثبتت كلامي يا جماعه. الابن المدلل بمعنى الكلمه حسام حسن، اللي كان يعني ما كانش في مباراه بتخلو منه الا في فترته الاخيره لو نتذكر، لما حطوا على دكه البودلة لفتره طويله وساعات ما كانش بقى في سكواد اصلا. الايام اثبتت كلامي. لما لاعب لا يصلح، لاعب امكانياته محدوده للغايه، لاعب يعني على قده جدا، فاداله فرص خرافيه عشان كل ده في الاخر يتقال ان اللاعب ده اللي عمله حسام حسن كالعاده. يعني حاجه مش. فعبد السميع، اسف، كريم يحيى لا يصلح نهائيا، وهو تم رحيله نهائيا. مروان النجار خساره كبيره جدا اللاعب ده، لولا الاصابات، لولا انه قعد فتره طويله دكه بدأ بدون أي اسباب مقنعه او صحيحه. لاعب باك مميز جدا جدا على فكره، مهاره، امكانيات، بيلعب كمان بيتقدم بشكل جيد حقيقي وعنده امكانيات جيده جدا.
بيلعب قلب دفاع كمان، ادى فيها بشكل جيد. انا مش عارف اللاعب ده فين الانديه مش عايز اقول العاليه، نقول حتى تحت العاليه، يعني الانديه مش المنافسه لا حتى التنافسيه عن لاعب زي ده. انا مش فاهم صراحه. فانا بقول خساره اللاعب ده، وانا يعني انا اعتقد راح دوري درجه تانية. يعني خساره اللاعب يعني بالامكانيات والقدرات دي ويبدا من دوري درجه تانية مره تانية. بنجامين بواتينج انتقال لسموحة مش خسارة، لاعب عادي جدا جدا ومن ضمن شروة الأجانب اللي بيتفنى الاتحاد كل موسم يجيبها. وحسام حسن عارفين يعني ايه في الأجانب سيئة جدا جدا، وبرضه كان هو من اختياراته. أحمد راشد في كلام إنه موجود وفي كلام إنه مش موجود، أنا مش شايفه في المباريات في السكواد خالص، لكن موجود في القائمة. حسب ما دخلت برضه للأسف معاناة عشان أدخل أجيب لاعب، لقيته موجود مقيد لسه في الاتحاد على العهدة على أكتر من موقع معروف زي في الجول كورة وأكتر من موقع. لكن في الجول طبعا موقع مصري متخصص يعني. فاحمد رشيد موجود في الاتحاد، فهتكلم انه لم يرحل. لكن ان رحل خساره حقيقي. لاعب عنده امكانيات جيده بكل معاني الكلمه. هو مصنف انه مهاجم، لا انا مش شايفه مهاجم، هو بيلعب تحت راس الحربه. عنده مهاره، عنده امكانيات، برده ما خدش فرصه كافيه ابدا. اختيارات حسام حسن هو احمد حجي، لو فاكرين في الولايه اللي قبل اللي فاتت لما جابوا الاثنين وقال لك هعمل منهم وهساوي، وفي الاخر بقوا دكه بدله ولعبوا فترات معدوده جدا وبعد كده قعدوا، رغم انه عندهم امكانيات الاثنين على فكره. يعني سبحان الله. يعني هو اللي جابهم وهو اللي ما بقاش عنده قناعة بيهم، وهو اللي ركنهم، وهو اللي يعني مش يعني شبه مشاهم، لان هو يعتبر سبب رئيسي في رحيلهم الموسم اللي فات. او تجميد احمد راشد بمعنى اصح لو ما زال موجود. انا شايف ان لازم اللاعب ده لو موجود لازم ياخد فرصة كافية، لازم يكون متواجد بشكل افضل، عنده سرعات ومهارة. فانا شايفه خساره كبيره جدا. نيجي لاحمد حجي نفس الكلام، احمد حجي برضه عنده مهاره عاليه حقيقي ولاعب متميز وعنده امكانيات جيده جدا، ويعني بس ياخد دايما ويلعب دايما وبيلعب برضه في اكتر من مكان. فانا مش عارف يعني في ايه بالظبط، وبرضه استغرب الاثنين دول من الانديه اللي مش عايز اقول المنافسه او التنافسيه حتى. تمام. محمد عبد المنصف اكيد خساره، رحيله خساره عن الفريق. اللاعب برضه يعني حارس مخلص جدا جدا جدا، وعنده الجرينتا عاليه قوي، من اكتر اللاعبين بشكل عام اللي عنده جرينتا اللي انا احبه يكون موجود في فريق بمعنى الكلمه. في الجانب الفني مش الهيرو، مش الخرافي، مش الدايموند، مش الممتاز، لكن لا يقل. يعني محمد عبد المنصف في الفتره الاخيره بعد رحيله عن الزمالك والضغوط مستواه ما كانش بيقل مثلا عن جيد في كل موسم اجمالا في الموسم، فدي حاجه تحسب له بمعنى الكلمه. والمثابره واثبات الذات كان عنده عالي جدا جدا. ويعني انا بصراحه قلت واكدت كان ليه سبق خرافي من بعد ما رحل على الزمالك. قلت الحارس ده هيثبت نفسه بعد ما كان رحل ويعتبر الناس كلها قالت انه خلاص منتهي. قلت لا، الحارس ده مميز وهياخد يعني هياخد سوكسي عالي قوي في الانديه اللي هيروحها. والايام اثبتت كلامي، رغم انه كان بيروح انديه متوسطه. طيب هو خساره طبعا رحيله، انا شايف انه خساره. يعني انا شايف التعويض ب المهدي مش يعني مش على المستوى زي ما ذكرت. محمد مجدي المدافع اللي هو محمد مجدي اسمه محمد مجدي الجمل على ما اتذكر، برضه محمد مجدي كان فيه 3 4. محمد مجدي جمال اللي هو اللاعب المصري السابق اللي لف بقى، راح الزمالك وراح كذا نادي وبعد كده راح الاتحاد. آه، اللاعب ده كان واحد من افضل المدافعين الموجودين في مصر لما ضموا الزمالك. دكة البدلاء خلته مستواه هبط جدا، وهو كمان ما ساعدش نفسه. يعني شفنا واحد زي محمد عبد المنصف ازاي لما تحدى نفسه وتحدى العوامل كتير جدا وبقى بالمستوى المميز ده، رغم ان ما تبصلوش بالشكل الامثل. لكن انا شايف ان محمد مجدي ما ساعدش نفسه. ما اعرفش ايه الظروف الانديه اللي راح فيها، بس مش معقوله كل الانديه كانت يعني بتضطهده، كل المدربين بيضطهدوه. لا، مع العلم ان انا قلت كتير جدا ان المدربين في الدوري المصري غالبيتهم، مش عايز اقول كلهم، عينيهم وحشه. عينيهم وحشه بمعنى الكلمه، وما بيعرفوش انهم يقوموا لاعب على حيله مره تانية بشكل مميز. الا بقى اللي يجيب واحد جاهز، يعني يا دوبك لسه جاي لي كده وتمام ومية مية وبتاع، ويا دوبك اديله دقايق، فكده يبقى انا يتقال ان انا عملت. لا يا عم، عملت ايه؟ انت كل الحكايه ان انت وفرت له دقايق فقط، وفرت له دقايق لعب، واديت له اللعب بشكل دائم، وفي الاساس هيفيدك لان انت ما عندكش احسن منه مثلا يعني. فادي اللي انت عملته، يعني عشان بس محدش يقول لي اصل المدرب ده عمل وسوى. لا، هي في فرق بين ان انا زي اقوم لعيب بمعنى الكلمه بشكل مختلف. فده اللي عمله مثلا حد زي مختار مع باسم مرسي لما راح له الانتاج الحربي. ما كانش جاي وهو مستواه عالي قوي بس مشكلته في الدقايق فقط، لا طبعا. او في مكان بدون مثلا ضغوط معينه، او مكان مثلا يحتاج يلاقي فيه دفء معين آه، في التعامل كلام. لا لا لا، هو اللاعب جاي اساسا خلصان، معدي 3 4 تجارب مش جيدين ابدا بعد الزمالك. الدنيا باظت منه، ومع كده قدر يرجع مسيرته زي ما توقعت واكدت، وكان ليه سبق خرافي. كل مسيره باسم مرسي بالتفصيل كامل من الالف للياء، جميل لحد اللحظه دي. لكن انا بدي مثل، هو ده كده معنى كلمه ازاي انت بتعيد اكتشاف اللاعب مره تانية، ده اسمه اعاده اكتشاف.
مش اعاده بريق، تفرق كتير جدا. اعاده اكتشاف، انا بكتشف لاعب كانه لسه بكتشفه من اول وجديد، وده بيبقى اصعب لان اللاعب بيبقى خلاص بقى عنده امور نفسيه واجتماعيه معينه بتخلي اكتشافه اصعب، عكس لاعب لسه جديد او طالع بيبقى عنده العزيمه والاصرار والرغبه في الاثبات الذات والدوافع والكلام ده. لا التاني بقى بالعكس، التاني لسه هتقوم له الحاجات دي كلها مره تانية بعد ما خلاص بقى هبطت وخفتت تماما بسبب ظروف مختلفة كتير، سواء مشي من نادي كبير جماهيري أو مشي بشكل مش حلو أو جات له إصابات متعددة أو مسيرته مش كده، زي عمر حمدي مثلا. أدي مثل زي بقول يا عمر، ما يعني ما بقاش يعني ما كانش لاعب اللي يشار ليه بالبنان في الإعلام، رغم إنه لاعب متميز جدا. لكن هدي مثلا زي محمد حمدي زكي، زي فترة من الفترات، زي ما قلت باسم مرسي، زي مجموعة لاعبين حصل معاهم الأمر ده. تمام. صالح جمعة وهكذا. تمام. فدي بتبقى أصعب جدا 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 على فكرة يا جماعة، إني أعيد مسيرة لاعب مرة تانية، ولاعب بكتشفه يعني يعني أو إيه يعني اللي هو إيه، بجيبه من تحت مثلا وبعمل منه حاجة وهو عنده الدوافع والإمكانيات. طيب فزي ما بقول مجدي، لا يعني هو مش خسارة، هو كان جوانب فنية. لو ده محمد مجدي بتاع المصري أو حتى في بدايته مع الزمالك، لا طبعا خسارة. لاعب مميز جدا في ظل ندرة للمدافعين المتميزين، لكن في الوقت الحالي لا مش خسارة. محمد عبد السلام كان له سبق خرافي الحمد لله، اكدته تماما. تعاقد خاطئ تماما من البدايه للزمالك، لاعب عادي لاقصى درجه، امكانته محدوده للغايه، اقل لاعب كان في دفاع الزمالك والايام اثبتت كلامي. رغم اني فاكر اني وقتها لو وقت التعاقد معاه طلع اعتقد مرتضى منصور قال لك ده هيبقى حاجه مش عارف ايه وجامد قوي وحاجات كده. المهم يعني شوفوا خسروا فيه قد ايه، وبعد كده قهروه اكتر من مره، ما اثبتش نفسه في الاتحاد، في الاخر حتى خدوه ما لعبوش خالص المدربين، وفي الاخر مشي كالعاده ومش هيفيد. هو انا شايف اللاعب ده لازم ينزل دوري درجه تانية ويبدا يشتغل من دوري درجه تانية. انا شايف ده افضل حاجه بالنسبه لي. حسام عاشور أنا مش عايز اتكلم، مش هقول اكتر من سبق خرافي، اعجاز، يعني كل حاجه ممكن تتخيلوها يا جماعه. شوف اللاعب ده اللي لعب دقايق معدوده، اغلى لاعب يمكن في تاريخ الدوري المصري في فتره الاتحاد السكندري. فاكرين تصريحات حسام حسن؟ حسام حسن يا جماعه، فاكرين تصريحات محمد مصالح رئيس النادي؟ فاكرين تصريحات الناس اللي جابوه؟ فاكرين تصريحات حتى الكثير من اللي في الشأن الكروي في التحليل والتقييم، او مفيش تقييم اصلا في التحليل، كله قال لك اللعيب المفيد المميز اللي هيعمل مش عارف ايه، تعاقد ممتاز للاتحاد، الاتحاد كده بيجيب لاعبين كبار، حاجات من دي. قلت التعاقد فاشل 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 فاشل، واموال مهدره في الارض بكل معاني الكلمه، ومش هيلعب وهيمشي، ولاقي ما اثبتت كل حرف قلته. ما حدش يقول لي اصابات يا جماعه، لانه اللاعب بيرجع من اصابات يا دوبك الاصابه ما كانتش فتره طويله للدرجه، وهو قبل الاصابه ما كانش فيه قناعه بيه. واصاب زميله في الملعب في حادثه مشهوره جدا في بدايه الدوري الموسم اللي فات. زميل اعتقد كان شمس حياته، مش متذكر، لاعب كان من اللاعبين المميزين في الاتحاد، ويعني خلاه قعد فتره ما بيلعبش، وبعد كده عمل مشاكل كبيره جدا فنيه لو فاكرين في المباريات اللي لعب فيها المعدوده جدا وهكذا يعني. تخيلوا يا جماعه لو تسمع كلامي، لو كانت سمع كلامي او تم اتخاذ مثلا مشورتي او رايي او استنكاري او يعني الكلام اللي انا قلته، كان توفر قد ايه في مبلغ قد ايه. وعلى فكره اللاعب لما تم فسخ عقده اخد فلوس واتحدى، والكلام موجود، ويعني اعتقد الامور كلها كانت واضحه. فدي هفوه كبير جدا. بمناسبه الاتحاد قبل ما اكمل، وانا هحاول اجري شويه بس عشان ايه ابسط الامر شويه وادخل مع سيراميكا كليوباترا عشان الحلقه النهارده تاخد فرقتين. استاذ محمد مصلحي رئيس النادي والمشرف على الكوره، او مش لازم مشرف، يعني اقدر اقول هو فعليا مشرف على الكوره، خلينا نتكلم بصراحه، والمسؤول عن الكوره بكل جوانبها، طلع بتصريح غريب جدا لما بيتكلم عن زوران. وده يعني دي نظر قصيره جدا يا جماعه، والاكيد ده كتير جدا 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 ولا من هنا لبكره. طالع بيتكلم عن زوران المدرب الرائع الفظيع الرهيب اللي عمل وسوى والامكانيات والقدرات ومش عارف ايه والكلام ده كله. مش هو لوحده على فكره، كذا حد من الجهابزه اللي بيشتغلوا في الاعلام الرياضي ايا كان بقى مسماه. طلع قال لك ايه؟ قال لك ان زوران عمل وسوى ومش عارف ايه وبتاع. كل ده عشان ايه؟ قال لك اول مره تاريخيا مش عارف من كام سنه يفوز بست مباريات من تسعه. جميل، ده كلام مين؟ كلام استاذ محمد مصالح. يفوز بست مباريات من تسعه ويعمل لنا الريكورد ده اللي هو ال 18 نقطه، اللي هم ست فوز ب 18 نقطة والمركز الرابع. ولو فاكرين تصريحاته، ها، عشان تشوف قمة التضارب،
بعد الاسبوع مش عارف الرابع او الخامس، لما قال لك الاتحاد عمل انجاز خرافي ان هو الاول الدوري، اول مره تحصل مش عارف من تبقى نفس الكلام برضو من مش عارف كام سنه، وانجاز رهيب ومش عارف ايه والكلام ده كله، وهنعمل ونساوي. وطلعت ساعتها رديت وقلت مش هيدوم الامر ده، والتراجع هيحصل وفي النقاط وفي الاداء، وحصل بالظبط الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، واسباب قلت الاسباب كامله. رجع النهارده نفس التصريح برضه، بس بشكل بقى ايه يعني، شوف الطموح بيتراجع ازاي، شوف القصه بتتراجع ازاي، من كنا اول الدوري باربعه فوز متتالي وهنعمل ونساوي، لا ده احنا انجاز رهيب، ده احنا اول مره مش عارف من كام سنه نبقى 18 نقطه من ال 27. 18 من 27 يعني فقدوا 9 نقاط، 3 هزيمه، 6 فوز 3 هزيمه، يعني بنتكلم في التلت. ماشي مقبوله. لكن بنتكلم في حاجه يا استاذ محمد مصلحي، رقم واحد، هو ده طموح جماهير الاتحاد؟ الفريق اللي هو المفروض والطبيعي والمفترض انه اعلى او ثالث اعلى امكانيات في الدوري، امكانيات عامه المفروض بعد الاهلي والزمالك، هو ده طموحه يا فندم؟ ولا المفروض طموحه ان انت تناطح الاهلي والزمالك يا بيه؟ ده طموحه ان انت المفروض تكون مع الاهلي والزمالك، لان المفروض انت امكانياتك وقدراتك اللوجستيه، اللي انا قلتها قبل كده وعدتها اكتر من مره، قلت فريق يتحسد في مصر هنا يعتبر فريق يتحسد. كل حاجه كفايه قوي ان عنده ملعب وعنده ظهير جماهير خرافي، هو رقم 3 في الجماهيريه. كفايه انت عندك محافظه هي تاني اكبر محافظه بعد القاهره، تعتبر يعني مساوية للجيزة تقريبا، يعني بتتكلم في محافظة تعتبر من أكبر المحافظات في الجماهير، حاجة غريبة جدا. تمام، فدي نقطة كمان. تمام. تعالى حضرتك للإمكانيات اللاعبين، أنت نفسك أهو قلت أكتر مرة أنت صرفت مبالغ ضخمة وجبت لاعبين كل موسم بتغير 10 12 15 وبيمشي غيرهم وهكذا. يبقى هو ده الطموح إن أكسب 6 مباريات من 9، مع العلم إن أنت حضرتك المفترض إن أنت نصهم عندك في الإسكندرية. معرفش هل لعبت 5 ولا 4، لكن المفترض والطبيعي مباريات الاسكندريه تبقى مكسب. يعني لو قلنا لعبت 5 من ال9 يبقى المفروض ان ال5 دول مكسب، يبقى انت الانجاز اللي عملته ان انت كسبت مباراه بره اسكندريه على سبيل المثال، لان الثلاثه التانيين كانوا هزيمه. مع العلم ان انت حضرتك اخر مباراه ليك مع سيراميك كليوباترا المفروض انك تكون تعادل مش هزيمه، لسببين مهمين جدا. اول سبب، لو بنتكلم من الناحيه القانونيه، في ضربه جزاء واضحه تمام كده، في اسف هدف واضح تم الغائه بتاع ميدو جابر، الهدف ده صحيح، مش تسلل، وهثبتها لك بالادله. ادي رقم واحد، غير كمان امور تانية. رقم اتنين، لو بنتكلم بقى من الناحيه الفنيه، حضرتك المفترض ان انت كنت، يعني انا اسف لما قلت يعني كنت مذعور في المباراه دي بمعنى الكلمه، متراجع بشكل اوفر جدا، وما اديتش بالمستوى الامثل، ونلاحظ ان في تراجع كبير في الاداء، ودي نقطه ما قالهاش الكابتن محمد مصالحي، استاذ محمد مصالحي، انه قال لك جبنا نتائج لكن طب الاداء، مش ملاحظ ان الاداء بيتراجع؟ مش ملاحظ ان الفريق بيبدا يتراجع وبيرجع للي انا قلته، الاسلوب الدفاعي البحت، بعد ما كان الاول بيهاجم في بدايه الدوري وانت عاجبك قوي اللعب والاسلوب، وكان لسه الموضوع جديد. بعد كده بدا الفريق يلعب بقى زوران، بدا يرجع زوران الطبيعي، مانولوفيتش الطبيعي، اللي يبدا يرجع ويلعب النظام اللي تغلبه تلعبه زي ما بيقولوا، وايه ومشي حالك ودافع والله زمان يا سلاحي والكلام ده، وده اللي حصل. لولا ستر ربنا الفريق كان ممكن يتهزم في المباراه دي. وتاني بكرر في هدف صحيح لسامي كليوباترا، يعني بقول على المباراه اللي انا شفتها كامله، لكن غالبيه مباريات الاتحاد ما شفتهاش على فكره. زي ما قلت انا الدوري على فكره ما تابعتش ربعه، ما يكملش ربعه كمان لحد اللحظه دي. المهم، فادي مثل بسيط جدا، فهي النقطه بس حبيت ارد عليها يا جماعه عشان الجماهير تبقى مطلعه وفاهمه الامور بتمشي ازاي. وتاني هو بقولها لك، انت بتقول ان انت 6 مباريات من 9، لا انا بقول لك التراجع هيزيد اكتر الفتره اللي جايه، لاني قلتها قاطعه ساطعه ما فيهاش كلام. الاداء المميز يجيب لك نتائج حتى لو تاخرت، لكن النتائج المميزه باداء مش جيد عمرها ما تجيب اداء جيد بعد كده. طول ما الاداء مش جيد بالعكس هتلاقي الاداء اللي مش جيد بيتراجع وبيقل، او الاداء اللي مش جيد بيزيد اكتر. تمام، فدي نقطه مهمه جدا. طيب لحد بعد كده ما يبقاش في نتائج اصلا. المهم نكمل مع بعض بشكل سريع جدا. احمد نبيل مانجا رحيل، يعني كفايه، يعني الحمد لله احمد ربنا وشكر فضله، برضو نفس اللي قلته عن حسام عاشور، برضو سبق مدوي الحمد لله احمد ربنا وشكر فضله. لما اكدت ان لا يصلح خالص، ولعب على قده جدا، وامكانياته محدوده للغايه من زمان، مش من الاتحاد فقط، من اول ما طلع اللاعب ده من هو ناشئين الاهلي، قلت ان اللاعب ستايله اسلوبه وطريقه لعبه عفى عليها الزمن من سنين. يعني قلتها كتير جدا، مش عايز اطول اكتر، لكن الحمد لله كل ده موجود وكل ده مثبت الحمد لله. برضه لو كانت سامع كلامي شوف كانت توفر قد ايه في لاعب زي ده، مردوده كان سلبي جدا في الفريق. احمد علي كامل برضه نفس الكلام، سنا كان يعني خلاص احمد علي كامل طلع كل اللي عنده، امكانياته يعني خلاص بقت محدوده في الفتره دي.
ما بقاش عنده كتير يقدمه. انت الموضوع قلتها قبل كده كتير جدا، كواحد من افضل المهاجمين في مصر، بس خلاص فتره حقبه معينه ما يقدرش يأدي اكتر من كده، بالذات الجانب البدني عنده فيه مشكله، وكان راس ماله دايما الجانب البدني، فبرضه رحيله كان مش المؤثر قوي. احمد يحيى حارس على قده جدا جدا، وذكرت الامر ده كتير قوي، بعيد عن الامر اللي حصل واسلوب السخريه وعدم الاحترام والكلام اللي حصل ده، انا ضده تماما 100%، وعملت ليه حلول قبل كده، لكن بتكلم كمستوى فني مش خساره رحيل. محمود شبانة خسارة كبيرة، واحد من أفضل المدافعين الموجودين دلوقتي في الدوري المصري، لكن تتأكدوا عشان تعرفوا إن في نضوج ومشاكل في الدوري المصري فعلا في مسألة المدافعين، زي أكتر من مركز. إني أحمد إني محمود شبانة كمستوى عام، اللي هو واحد من أفضل المدافعين في الدوري المصري، كمستوى عام محمود شبانة يعني بنتكلم من جيد لجيد مرتفع، ده بشكل عام عنده هفوات، لكن كمدافع واحد من الأفضل بمعنى الكلمة. وأنا قلت إن وجوده في الزمالك كان مهم جدا، واستمراره كان مهم جدا الموسم ده بالذات، لكن ما سمعوش الكلام، بس في كلام إنه هيتقطع إعارته من سموحة ويرجع. أحمد حجي زي ما اتكلمت عنه، كريم ممدوح برضه لاعب للأسف للأسف للأسف، واحد كان من امهر وافضل لاعبين الاجنحه في مصر بكل المقاييس، كان زي كريم طارق، زي مصطفى فتحي، زي يعني رمضان، زي تمام. مشكلته عدم التكامل، كان الجانب بدني عنده سيء جدا. واضح ان ذهنيا اللاعب مش جاهز، مش كويس يعني، في مشاكل ذهنيه، شخصيته كمان، تعامله، فالمدربين مش بيفضلوه، مش بيكون موجود دايما. قدرات مميزة للأسف مع شخصية واضح إنها فيها مشكلة، مع عدم كمان، ودي نقطة مهمة جدا، عدم قدرة على التعامل مع قدراته من المدربين، ودي برضو موهبة عند المدرب أو أحد قدرات المدرب المميزة. فدي فيها مشكلة كبيرة جدا طبعا، ما استفادوش بيه، في الآخر لعب في دوري درجة تانية في الجونة، أحد اللاعبين اللي أنا بقول إنه خسارة حقيقي ينزل دوري درجة تانية، اللي هو دوري مميز، لكن مشكلته إنه ابتعد عن القصة تماما. فطيب نمسك كده بالراحة كده نلاقي المميزين زي ما ذكرت، يعني عدد المميزين. طب نيجي لعدد ايه ذكرتهم في الجزء اللي فات. طب عدد اللاعبين الجيدين المفيدين اللي تم رحيلهم: عبد السميع واحد، النجار اتنين، احمد رشيد تلاتة او مجمد الله اعلم تلاتة، عبد المنصف اربعة، مش هقول محمد مجدي بما انه يعني ما بقاش مجدي دلوقتي، أربعة، شبانة خمسة، حجي ستة، كريم ممدوح سبعة. سبعة لاعبين يا جماعة، ما بين لاعبين يعني أقدر أقول إيه، يعني مفيدين حتى لو بدلة، ولاعبين مميزين، تمام. فبنتكلم في سبعة. تعالى احنا قلنا في القادمين، قلنا آه يعني محمد صالح، ابراهيم حسن اتنين، مع ان ابراهيم حسن كان موجود الموسم اللي فات على فكرة، فما يعتبرش لاعب جديد، لكن نقول اوكي يعني بما انه جيم. اتنين، احمد عيد ده لاعب جيد تلاتة، اسلام عبد النعيم اربعة، أربعة، أوستن طبعا خمسة، و وعبد العزيز ستة، يعني بنتكلم نقول ست لاعبين قصاد سبعة، ستة قصاد سبعة، نقول حتى المهدي ماشي بيمشي الأمور، أدي سبعة قصاد سبعة. طب إيه الجودة اللي أنت أضفتها؟ يبقى بكل بساطة هو بالورقة والقلم، واحد زائد واحد يساوي اتنين يا جماعة. إيه الجودة اللي أنت أضفتها يا أستاذ محمد مصلح؟ ما أضفتش. أنت كنت السنة اللي فاتت خلصت فنشت بشكل مش جيد أبدا، أو كان بشكل عام الموسم مش جيد أبدا، كمستوى على مستوى المدربين ومستوى الأداء ومستوى اللاعبين، سكواد يعني، فكل النواحي والنتائج طبعا في كل النواحي انت ما انجزتش. طيب يبقى هنا المفروض انت بتزود جوده، الجوده فين؟ مفيش. طيب عشان كده قلت ان الاتحاد هيكون في مركز معين، ورجعت حلقتي المتفرده في بدايه الدوري، اللي هي تكون مرجع بمعنى الكلمه زي ما عودتكم الموسم الثامن على التوالي. بس ده بكل بساطه، فانا باكد تماما انه الاتحاد مش هيروح بعيد خالص بالسكواد الموجود. ويا استاذ محمد مصالح، انت بتحب النادي ومخلص للنادي وبتدفع للنادي، كمل اللي انت بتعمله، ان انت تبتعد عن اداره الكوره في النادي. خد كده مارشدير لورا 3 4 خطوات، وسيب حد مؤهل عنده قدرات والخبرات. الكلام ده قلته المره 300,000، بقالي سنين بقوله مفيش فايده، تمام. فمش عارف يعني، يعني دي حاجة غريبة جدا. المهم فندخل بقى على فريق سيراميكا كليوباترا، الفريق اللي بعد كده. طيب سيراميكا كليوباترا يا جماعة، يعني تقريبا عمل اللي أنا يعني هقول إيه، يعني اللي توقعته تماما. مش عايز أقول تنبأت بيه، مش عايز أقول تنبأت، من قصة التنبؤات دي مش كويسة، حاجة ما بقى يعني، لا نقول توقعته تمام، الحمد لله أحمد ربنا وأشكر فضله، واستقرأته وقريته واستشفيته تمام. لو نتذكر من 3 مواسم، أول ما الفريق ده طلع والدنيا قال لك هيبقى التجربة الاستثمارية الجامدة جدا اللي هتعيد تجربة بيراميدز مرة تانية، واللي هيعمل ويساوي. كان طالع هو والبنك الأهلي على ما أتذكر، وكان هو يمكن طالع بشكل أقوى من البنك الأهلي في التعاقدات، واتكلمنا في الأمر ده تماما، واتكلمت وقلت ده مش هيحصل، والكلام ده كله كلام هيبقى في أول موسم، بس الموسم الجديد أو الغربال الجديد ليه شدة، بعد كده هيرخي، هيبدأ الأمر يبدأ بالإيه يعني نزول
في مستوى التعاقدات ومستوى اللاعبين اللي جم والنواحي الماديه بالذات بعد ما التجربه تفشل من بدايتها، وده اللي انا اكدته كان ليا سبق خرافي. وافتكروا تصريحات مسؤولي سيراميكا كليوباترا اول ما طلعوا ان احنا عايزين نكون في المربع الذهبي، وطالعين عشان ننافس، وطالعين عشان نفوز بالكاس وحاجات كده، وجبنا مش عارف مدرب الفلاني عشان يجيب لنا مش عارف. فاكرين انتوا كل ده؟ قلتوا مش هيحصل، وقلتوا هي ايه زي ما بقول كده، هي ايه، هيصحوا من النوم كده على الكابوس. وصدق كلامي تماما. وحصل الموسم اللي بعده بقى تصريحات نزلت ونزلت زي البنك الاهلي بالظبط، قال نفس الكلام لو فاكرين. وبرضه رديت عليه واثبت ان ده مش هيحصل، والايام اثبتت كلامي بالملي. نفس التجربه بنفس الستايل بنفس الشكل، بس مع اختلاف الصرف. ومستوى اللاعبين في اول موسم كان الى حد اكتر في سيراميكا كليوباترا. واكدت ان لا، الصرف هيقل والتجربه هتبقى من استثماريه، او سوري، من تجربه مش استثماريه، تجربه اللي هي طامحه لنتائج، هتتحول فقط لتجربه استثماريه بحته، نبيع ونشتري لعيبه ونكسب فلوس وخلاص. تمام. فادي جه الموسم اللي بعده حصل ده بشكل الى حد كبير. الموسم ده بقى اللي يعني بشكل واضح تماما الفريق ابتعد عن اللعيبه المشهوره والكبيره والمعروفه واللعيبه الاسامي والكلام ده، وبدا يدخل على اللاعبين الايه الدوري الدرجه الثانيه، واللاعبين اللي يريديه في الانديه والكلام ده. جميل. حتى جاب مدير فني من النوعيه اللي بايه، بيمشي اي حاجه، بيشتغل باي حاجه يعني. هو طموحه ان انا امشي اموري، ان انا في نطاق المنطقه اللي بتسمى الدافئه، اللي انا بكره التسميه دي اصلا، دي مش الدافئه، منطقه الوسط، انا بسميها منطقه من لا له ناقه ولا جمل. يعني اللي ما ملوش اي استفاده باي حاجه، ما اعرفش بيلعبوا ليه اصلا. خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، لان المفروض انت بتلعب اي حاجه عشان هدف. حد يقول لي ما هو الهدف ان انا ما انزلش فابقى في المنطقه الوسط. لا، ده مش هدف. هدف ان انا ما انزلش. ايه الهدف؟ ايه المتعه في كده؟ هو الهدف لما بدخل دراسه ان انا ما اسقطش، ولا الهدف ان انا اجيب اعلى نتائج عشان اعمل حاجه اعلى وادخل لحاجه افضل وازود الكارير بتاعي والمستوى الاجتماعي والمستوى العلمي والمستوى الثقافي والمستوى المادي بعد كده؟ ولا ان انا ايه اقول لا انا مش عايز اسقط؟ حاجه غريبه جدا. المهم، ف بقول لك تسميات البشعه في الاعلام، يقول لك المنطقه الدافئه. دافئه ايه؟ دي فعلا المنطقة انا بسميها المنطقة الضبابية، المنطقة الرمادية، اللي ما فيها يعني الابيض والاسود، المنطقة اللي ملهاش معنى، ملهاش مغزى. ده انت عارف لو انت داخل وتقول انا مش قادر اوكي، واسيب نفسي لحد ما انزل، ما اقصدش اسيب نفسي يعني العب بدون بتهاون، لا، اسيب نفسي يعني اللي هو ايه، خلاص انا امكانياتي كده وقدراتي كده، اللي هو اشتغل على الاساس كده، لكن ما اعملش ابو علي وادفع فلوس واجيب مدربين بالشيء الفلاني واجيب اختيارات خاطئه ولاعبين اجانب وفي الاخر انزل برضه. تمام، لان في اخطاء فادحه من البدايه او جذور غلط. لكن انا لو هكمل وبالامكانيات اللي معايا وخلاص، خلاص لا كده انا احترمك او اقول خلاص اوكي، وتجربه وانت فشلت فيها تماما، زي ما حصل مع بعض الانديه، حصل مع الامر ده. تمام. فالامر ده مهم جدا يا جماعه. آه طيب فزي ما بقول نيجي للتعاقدات لسيراميكا كليوباترا. هنلاقي كميه رهيبه. بنتكلم في اقول لكم حالا. تخيلوا يا جماعه 19 تعاقد. 19 طب يعني فريق، بتتكلم في فريق بالاحتياطي بتاعه. تمام، مش قايمة كاملة بس فريق بالاحتياطي بتاعه. جميل. 19 تعاقد، متخيلين العدد؟ تعالى كده الراحلين قد ايه؟ 20 لاعب. ده يأكد ايه؟ يأكد اللي قلته، الفشل الذريع طول السنتين اللي فاتوا، ان انت مشيت 20 غير طبعا اللي مشوا السنة اللي فاتت والانتقالات الشتوية اللي فاتت وهكذا. جميل. طيب تعالى كده قبل ما ابدا بس اقول نقطة على الاتحاد. على فكرة في الجدول عارفين الاتحاد احرز كام هدف في 9 مباريات؟ 10 اهداف. 10 أهداف في 9 مباريات يا جماعة، يعني معدل هدف وتسع في المباراة. دي كرة قدم دي والنبي؟ ده فريق مصروف عليه قد كده عشان يجيب هدف وتسعة في المباراة؟ يعني أنا مش عارف أقول إيه. محدش يقول لي أصلي عليه 7 بس فكده هدف. إلا يا حبيبي، الكرة المفروض الكرة بتتلعب عشان الهجوم مش للدفاع. الدفاع ده وسيلة، وسيلة بتخليني إن أنا لما أجيب أهداف ما يحرزش فيه أهداف فأكسب، ده الطبيعي. لكن مش ألعب عشان ما يجيش فيه أهداف، لأن الكرة أساسها المفروض المكسب. تمام، ده المفروض والطبيعي. وانا قلت يعني عشان كده عملت يعني ال الافكار الخرافيه في مساله الحافز الابداعي بمعنى الكلمه، واللي هتفرق قوي 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 وهتنقل تماما كره القدم لنقله تانية تماما، وطبعا اساسي عندي في السوبر بول. المهم، نبدا باحمد ياسر ريان. تعاقد رائع كالعاده، تعاقد القديم الجديد اللي طبعا مميز، لكن طبعا ميزته السنه دي مش بنفس ميزه المره الاولانيه، لانه اللاعب زي ما بيقولوا سد نفسه. اللاعب المرة الأولانية كان بيعمل ده عشان يثبت نفسه للأهلي. طبعا لا، الأهلي لا أرى لا أسمع لا أتكلم، مفيش خالص.
ومش شايفينه اصلا، وعمالين يجيبوا عليه لاعبين اقل منه او زيه حتى، وهو افضل، أو وجوده افضل بكتير، وان هو يكمل افضل بكتير، وعلى بشهاده الجميع دلوقتي، رغم اني كنت اول حد اكدت واثبتت تماما بالادله انه لاعب جاهز وموجود وابنك وعنده امكانيات رائعه جدا ولا يقل ابدا عن الموجودين، ما كانش افضل. ومع ذلك انت عمال بتموت نفسك عشان تجيب اي لاعبين من بره باسامي يعني معاك فلوس، زي ما بيقولوا كده، اللي معاه فلوس محيراه يجيب تمام، رغم ان المفروض الفلوس دي المفروض ان في الاهلي عليه ديون برضه ما زال. طيب احمد ياسر ريان تعاقد مميز حقيقي بكل المقاييس، لكن في مشكله هنا. احمد ياسر ريان لما كان تحته شادي حسين، او جنبه انا بقول تحته افضل طبعا لان شادي حسين بيجي من تحت بشكل افضل، تحته شادي حسين كانوا دويتو رائع جدا وعاملين مستوى رائع جدا. لكن احمد ياسر ريان مين تحته؟ حد يقول لي؟ يعني جون ايبوكا دلوقتي هو بيلعب بالاستراتيجيه السيئه جدا ده، بدأ يحط جون ايبوكا هو المهاجم الصريح، واحمد ياسر ريان مكان شادي حسين. انت كده بتوقد امكانيات وقدرات رائعه عند لاعب، وده الف ب زي ما قلت. يعني لما يكون عندك لاعب هو من الافضل في الفريق، وهو اللي شايل لك الفريق، كان في المره الاولى لما جالك يا احمد سامي، تجيب اللاعب ده وتحطه في مكان مختلف تماما، يعني مختلف عن امكانياته وقدراته، وتوقد افضل ما فيه في امكانيات، ان اللاعب محطه، لاعب هيدرز عالي جدا، لاعب من الفئه اللي هي زي ما قلت الفئه الثانيه في المهاجمين بشكل رائع جدا، اللي هو بيبقى متمركز، عنده امكانيات رائعه، بياخد اماكن ممتازه جدا، عنده عينه حلوه قوي قوي في متابعه الكرات، عنده مهاره، امكانيات، وجانب بدني مميز. تحطه تحت عشان انت جايب جون ايبوكا؟ حاجه غريبه جدا. لا، الافضل بقى ان هو تعمل تناوب، ده يلعب وده يلعب، او يعني مباريات، وتخلي واحد تحتهم. ده طبعا عشان كده سيراميكا فيه لخبطه في الجانب الهجومي، مفيش بقى اللاعب اللي قادر يفك له شفرة اللي تحت راس الحربة اللي يسند، اللي هو مكان شادي حسين. عشان كده شادي حسين أثر جدا على فكرة رحيله. قام عامل ايه؟ راح جاب صلاح محسن، قال لك عشان يبقى في المكان ده. برضه صلاح ايوه ده مكانه طبيعي، وبدأ في ام بي كده وكان ناجح في ام بي كده، لكن مشكلته انه نسي كل ده في الاهلي. تلاجة الاهلي ودكة الاهلي البشعة نسيته كل امكانياته وقدراته. تمام، ادي رقم واحد. رقم اتنين، برضه خليته بيلعب بدون نفس. لو هو جاي لك من انبي كان مختلف تماما عن ما كان جاي لك من الاهلي، وده اللي انا ذكرته يا جماعه في يعني ايه كلمه اعاده مسيره لاعب. تمام، وزي انت تعيد اكتشاف لاعب بمعنى صح، عن ان انت تجيب لاعب من يعني تفرق جديد جدا زي ما ذكرت. طيب صلاح محسن زي ما قلت تعاقد انا شايفه هو كامكانيات لاعب فرديا لاعب مميز جدا ومفيد جدا، لكن هل هو صلاح محسن بتاع انبي او اول في بدايته مع الاهلي، او في انتقاله الاول لما راح سموحه؟ لا طبعا. لا طبعا، لان خلاص يعني عارفين نوعيه وقدرات الذهنيه والشخصيه للاعبين المصريين عامله ازاي، والنفسيه كمان. موضوع صعب جدا ان انت تبدا تاني تاخد من حاجه من لاعب بقاله 3 4 سنين في نادي جماهيري كبير ونادي منافس كبير وما بياخدش. تمام. فتعاقد احمد ياسر ريان مجدي ومفيد، لكن مش هيكون احمد ياسر ريان بتاع المره الاولى خالص. هيكون اقل طبعا بسبب طريقه اللعب السيئه، وبسبب استخدامه في مكان مش مكانه كمان، وفي نفس الوقت اللعب كمان ذهنيا ونفسيا، ودي طبعا بتاعت المدرب اللي هو مشهور عنه يقول لك انا بعمل ايه وريني بقى هتعمل ايه، وريني هتعمل ايه. مش تاخد لي لاعب جاهز وتمام وعايز يثبت نفسه ويطلع امكانياته الرائعه وتيجي تقول انا اللي عملت ايه يا عم. مهم يعني. اللاعب الآخر بعد كده جون إيبوكا تعاقد. أنا دايما بقول يا جماعة جون إيبوكا مهاجم جيد بكل المقاييس، لكن مش الرائع مش الخرافي، مش زي ما بيصوروا إن هو بقى يبقى جون أوتاكا ولا اللاعب اللي ملوش زي. لا طبعا، عنده هفوات. لاعب على فكرة برضه نفس فئة أحمد ياسر ريان، لكن أحمد ياسر عنده إمكانيات أفضل لما بيجي من تحت. جون إيبوكا إمكانياته الوحيدة لما بيجي من تحت إنه هجام قوي جدا مع سرعات فقط، لكن ما عندوش المهارة، مهارته محدودة جدا، التسديد مش عالي قوي فيه. لكن احمد ياسين عنده ابداع اعلى لما بيجي من تحت. فهو احمد ياسين عنده الحسنيين زي ما بيقولوا، او الجانب المهاجم الفئه الثانيه اللي هو مهاجم الصندوق الرائع، مع انه عنده بعض امكانيات المميزه لمهاجم اللي يجي من تحت الفئه الاولى. لكن جون ايبوكا مهاجم فئه ثانيه فقط. تمام، ولاعب مفيد بكل المقاييس، لكن عايز اللي يلعبه، عايز اللي يديله، عشان كده بيعاني بشكل اكبر دلوقتي في سيراميكا كليوباترا. جاب عنده محمد شكري الباك الشمالي في الاهلي، لاعب جيد وواعد وعنده امكانيات ويجي منه وخفيف الحركه، وبيفكرني جدا بحسين السيد في بداياته، بيفكرني يعني اقدر اقول ايه، يعني مجموعه لاعبين كده اللي هم الخفاف اللي عندهم حته المهاره والخفه. لكن مشكلته قوي اللاعب ده في حاجتين، والحاجتين دول ان فضلوا موجودين اللاعب ده هيبقى لاعب عادي جدا. ان قدر يتعامل معاهم هيفيدوه جدا، ويبقى من افضل الباكات في مصر. وهقول لكم انا توقعي انه يعني هيقدر يعني
يتعامل مع الحاجتين دول ولا لا؟ الحاجه الاولى، بيلعب بمزاجه هو، بيلعب بدماغه هو، بيلعب بنظام الكرة الشراب، بنظام كرة الحواري والشوارع. مع احترامي طبعا ليها، ده حاجة رائعة، لكن أقصد إن الكرة مش منظمة، كرة مش لمجهود الفريق، مش لصالح الفريق، كرة بيلعبها أكتر لنفسه بدون دراية. يعني هو مش أناني على فكرة، أو مش اللاعب الإيجو اللي هو النرجسي، لأ، هو بيعملها عشان عنده إمكانيات، فعايز يعمل ده، مش قادر إنه يطوع مهارته وإمكانياته مع الفريق بشكل صحيح. تكملته الهجومية كمان مش جيدة أبدا، بيجي يتلخبط ويتكلفت كده في الآخر، وعنده إمكانيات جيدة في الجانب الهجومي، ودي ميزة فيه عالية، إنه بيلعب كمدافع وفي نفس الوقت كمهاجم. لكن مشكلته بقى التانية، كمدافع مش الصلب، مش الباك الصلب، يعني مع ضغط عليه شديد، مع وجود جناح قوي عليه، لا هيتعبه. اقصد قوي مش البنية فقط، لا قوي في المهارة كمان. تمام، لكن هو بيملك سرعة، فقدر يتعامل مع الحاجتين دول، الجانب البدني وانه يقدر يدافع كويس او بشكل جيد اقصد، وفي نفس الوقت انه يطوع مهارته وامكانياته صح فريقه، وما يسرحش قوي قدام زياده عن اللازم، لانه اصلا مركزه الاساسي باك مش جناح. تمام، وهو ما ينفعش جناح على فكره، يعني امكانياته بشكل عام هو مش هيكون جناح رائع، هيكون جناح يعني جيد، يفكرني بعبد الله جمعه على فكره. تمام، قدر يتعامل مع الحاجتين دول، هيبقى واحد من افضل الباكات في مصر بكل المقاييس. ما قدرش يتعامل معاهم، يبقى مش هيبقى، انا توقعي انه يتعامل معاهم 50 50، يعني مش هيكون بنسبة 100%، هيتعامل كده بشكل ايه، يعني تمشي الامور تمام، وهيبقى برضه في نطاق الانديه اللي بيلعب فيها، سموحه مش عارف ايه، سيراميكا كليوباترا، يعني انديه الوسط، منطقه الوسط زي ما ذكرت. فدي مشكله كبيره. طيب، فهو مفيد لسيراميكا، لكن مش اللاعب المميز. محمود عبد الحفيظ اسمه زلاكا، برضه ما اعرفش حكايه الاسامي دي. لاعب يعني هم بيتكلموا عنه انه هيبقى حاجه جامده جدا، وجايبينه عشان يبقى في خط الوسط، يبقى حاجه صانع لعب وبتاع. يعني يعني لاعب مش وحش، لكن لا مش مميز، لا مش اللاعب المميز اللي تشير لي نقول بقى انه هيبقى حاجه جامده جدا في الدوري المصري. لا 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 خالص. عنده امكانيات برضه، بس هو واضح ان هو واخد على نظام الدرجه الثانيه، الدرجه الثانيه اللي هو براحتك بقى وبتاع والدنيا، ومفيش برضه الكره المنظمه، لا عشوائيه بشكل كبير وهكذا. وامكانياته برضه مش عاليه قوي. تمام، ده اللي انا شفته. تمام، انا شايف ان هو يعني يضاف لمجموعه لاعبين كتير جم من الدوري درجه تانيه وما تمش الاستفاده بيهم بشكل امثل. وكان في لاعب اسمه مصطفى الخواجه على فكره، اللاعب ده برضه كان في سموحه، ما اعرفش يعني، انا مستغرب قوي اللاعب ده ليه بعيد، ليه ما بياخدش، اعتقد في، افتكر لكم في نادي ايه، بس ما بياخدش في النادي بتاعه بشكل جيد، ما اعرفش ليه، رغم ان هو كان، انا شايف انه عنده امكانيات جيده جدا حقيقي. اتنقل من سموحه برضه، من الغرائب والعجائب في سموحه. محمد عادل من الاسماعيلي، تعاقد انا شايفه مش مميز ابدا، لاعب عادي، ديفندر عادي، هو ديفندر في الاساس، بس جايبينه يلعبوا قلب دفاع، ودي من اعجب الاعاجيب، يعني هو لا ديفندر كان مميز، وفي نفس الوقت انت بتلعبه قلب دفاع، مش اللاعب الوتد للدرجه، عنده صلابه، يعني ميزته الصلابه، لكن مش يعني ما اعرفش هل هو لعب في الحته دي قبل كده، يمكن الله اعلم. لكن اللي انا شفته في المباريات اللي فاتت انه لا، في مشاكل في دفاع سيراميك كليوباترا بسبب وجود لاعب زي محمد عادل. نفس اللي عمله، لو فاكرين مصر حسام حسن في الافتكاسه الغريبه، لما رجع مره عمرو موسى قلب دفاع، وجاب الباكين حطهم قلوب دفاع، لو فاكرين احمد ايمن منصور، واعتقد كان اللي هو الباك اليمين، الباك اليمين اللي كان الباك اللعيب التاريخي في المصري، وكان كابتن الفريق، أسامة العزب. وذكرت الأمر ده خاطئ تماما ويعمل مشاكل كبيرة، والأمر أيام أثبتت كلام. تمام، يعني برضو تعاقد مش مجدي قوي، يعني مجرد ممكن يكون لاعب بديل فقط. محمد ناصف من الجيش برضو تعاقد غريب، يعني محمد ناصف يا جماعة، يعني كباك خلاص، يعني أنا شايف من سنين إمكانياته خلاص، ما بقاش محمد ناصف اللي بدأ في ناشئين الأهلي، وكان واحد من أفضل الباكات الموجودين في مصر بكل مقاييس، وكان عنده إمكانيات وقوة بدنية، ويعني مختلف عن شكري إنه قوة بدنية عالية، مدافع قوي صلب، في نفس الوقت تكملته الهجومية جيدة. ده كان في الأول، ولما طلع لو فاكرين احتراف، وبرضه ما كملش، ورجع على الزمالك فترة ومش عارف فين فترة وهكذا، كان اوكي الامور تمشي. لكن بعد كده لا خلاص، هو برضه بعد مرحلة الزمالك مفيش محمد ناصر، يمكن شوية ظهر في الجيش شوية، لكن برضه تعاقد غريب، وبرضه نفس مجموعة اللاعبين اللي بيجوا على السمعة مش أكتر، ده تعاقد بيتقال على السمعة، سمعة اللاعب مش مهارته وإمكانياته الحالية، أو ممكن على تراثه من 15 سنين. جاستن أرثر من السويس، نادي السويس، كان مع اللاعب ده بشكل مميز، أنا مشفتوش، معرفش يعني، مش شايف، مش موجود، ويعني شفته اعتقد دقايق معدوده، ما لفتش نظري. احمد القرموطي، لاعب برضو من السويس، جايبينه برضو بيتكلموا عنه بشكل مميز جدا، لاعب قصير كده، بيلعب في شبه احمد العجوز، في برضو في وسط الملعب، نظام بقى شروة الدرجة التانية يا جماعة، اللي هو نظام ايه، فكينا مثلا لاعب كنا هنجيبه من دوري الدرجة الممتاز،
فكيناه بتلاتة أربعة من دوري الدرجة التانية، يعني بحيث لو نجح واحد يبقى أنا إنجاز رهيب مش عارف إيه، عشان أنت جايبه بنفس حاجة. لكن أنا شايف برضو ما أثبتش زي محمود عبد الحفيظ، وبرضو ما يعني ما لفتش نظري للدرجة، لكن إمكانياته أعلى، يعني هو أعلى نسبيا من عبد الحفيظ في المكان ده. وشايف إنه يجي منه أكتر سنة، يعني يجي منه أكتر سنة، لكن برضو مش اللاعب اللي هيبقى فذ يعني. يعني مش أحمد حمودي لما بدأ مع سموحة مثلا، سبيل المثال. مش مثلا إسلام عيسى جاي من دوري درجة تانية وقتها لو فاكر يعني. يعني مش اللاعبين اللي هو يعني هيبقى حاجة منتظر يعني. وبرضه هيضاف لمجموعات اللي جم من دوري الدرجة التانية في السنين اللي فاتوا واتنسوا يعني، أو يعني كانوا مجرد. لكن شايف إن هو عنده إمكانيات أفضل نسبيا من عبد الحفيظ. تمام. وهقول يعني بشكل سريع درجات محمد متولي كناريا، تعاقد مميز حقيقي، يمكن ده أميز تعاقد في كل اللي فاتوا مع أحمد ياسر ريان. لاعب وسط مميز، بس اهم حاجه يلعب في مكانه. ما ننساش كمان الفتره اللي فاتت كان في تخبطات، بيتنقل الانديه كتير. مش عارف سموحه، لا المقاولين، يرجع المقاولين تاني، بعد كده يروح مش عارف فين، بعد كده انتقال لسيراميكا كليوباترا. لاعب عنده مهاره، امكانيات، اهم حاجه يتحط في مكانه الطبيعي، ما يلعبش في منطقه الدايره، ودي كارثه لان خطا فادح. ما تحطوش في منطقه الدايره، وان حطيته في الدايره لازم ياخد مهام هجوميه بحته. ما تحطوش في الدفاع. احمد سامي بيلعبوا غلط غلط برضه بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه احمد ياسر ريان، افتكاسات عجيبه، فاللاعب ظاهر بشكل باهت، مش مأدي امكانياته المميزه بالذات في الجانب الهجومي. محمد بسام تعاقد عجيب، انا مش فاهم بصراحه. يعني ما فيش، مش ازيد من عامر اللي انت قعدته دكه بدلاء، الاثنين زي بعض. ما كانش عامر كمان افضل. محمد بسام مشكلته في مستواه، بيتذبذب جدا، ما يطمنكش ابدا. بيتذبذب حتى في المباراه الواحده، امكانياته محدوده بشكل عام. فيعني بقى تعاقد غريب. محمد اسماعيل قلاوة، آه، هو لا، عمرو قلاوة مش محمد اسماعيل قلاوة، بس بعتذر. عمرو قلاوة لاعب في الوسط في منطقة الدايرة. اللاعب عنده إمكانيات برضه، يعني أنا خدت بالي إن اللاعب ده عنده إمكانيات في منطقة الوسط، لو بيتكلم بيلعب كديفندر دفاعي أو بيلعب كديفندر متقدم، أو آسف دايرة متقدم. عنده إمكانيات اللاعب ده، وأنا شايف إنه يجي منه برضه، لكن برضه مش اللاعب المميز للدرجة. تمام. ميدو جابر رجوعه مهم جدا. اللاعب عنده قدرات وإمكانيات، اتظلم طبعا في تجربته مع الأهلي. انا شايف دي بشكل واضح تماما. امكانياته عاليه، انا برشحه لنادي كبير. لا، ميدو جابر يستحقوا نادي من الانديه المنافسه بمعنى الكلمه، أو اللي بتحاول ترجع للمنافسه، زي الاسماعيلي، زي المصري، زي يعني انا برشحه جدا لفريق زي الاسماعيلي، هيفرق قوي مع فريق زي الاسماعيلي. ميدو جابر بقى كده تماما، وهيثبت نفسه بشكل كبير. لكن هو عامل فرق حقيقي في السيراميكا كليوباترا، هو افضل لاعب دلوقتي في الفريق بشكل عام. طول التسع مباريات اللي فاتوا هو افضل فريق لاعب في المجموعه دي، وهو اللي شايل الفريق بمعنى الكلمه. حازم خالد من النصر، لاعب يعني انا شايف انه لاعب مدافع، لكن ما فاتش يعني ما لعبش. رجب نبيل تعاقد غريب جدا، هو بيلعب اساسي دلوقتي، لكن رجب نبيل لا، مدافع على قده جدا. مشكلته انه مدافع من النوع الهجام، اللي هو النوع اللي قلت عليه النوع الاول، اللي هو المدافع التقليدي جدا اللي بيلعب بصلابة وقوة دفاعية، لكن باسلوب الانتيري بقى، الاسلوب اللي هو كسر، ادخل بقى برجليك قبل عقلك، وده خطأ فادح، والمدافع ده عفى عليه الزمن في اوروبا. رجب نبيل نسخة من ده، بيعمل مشاكل كبيرة جدا، بيعمل هفوات كتير. يعني كل مباراة ممكن يعملوا هفوة ولا بتاع. تعاقد برضه غريب جدا، وانا شايف انه مش مجدي ابدا، لان محمود البدوي نفس النوعية تقريبا. يعني انت ما ينفعش يبقى فريق تركيبته كده. وصفت طاقة نفس الكلام، ثلاثة. وعشان كده صفت طاقة اهو توقعي اهو، جابوا له مدافعين اتنين فوقيه بعد ما كان اساسي لو فاكرين اول ما جه، واثبتت بالادله الكامله انه مدافع على قده جدا ومشاكله كتير، ونفس نوعيه رجب نبيل، او جابوا له اتنين زيه بالظبط وهم بقوا الاساسيين عليه. تمام. ومع حدث ولا حرج احمد رمضان بيكهام كمان اللي جابوه مدافع اخر قلب دفاع. حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. احمد سامي بقول لكم بيعك مش ممكن في الفريق الموسم ده بمعنى الكلمه. اولا احمد رمضان بيكهام امكانياته محدوده للغايه، ما نجحش في اي مركز لعب فيه، لا باك يمين ولا وسط ملعب ولا جناح ولا لعب، ولا حتى مدافع صريح، وعامل مشاكل، وهو سبب رئيسي في النتائج السيئه. هو احمد رمضان بيكهام، لو فاكرين، لو يعني شايفين في المباريات اللي اتلعبت، ووجوده شاركته مع محمد عادل كمان في قلب الدفاع اوقات، او مع البدري او رجب نبيل، يعني مهم وجوده بشكل عام خطأ كبير. وحتى في الباك اليمين مش مجدي، يعني مش اللاعب المؤدي بشكل جيد.
والاجانب اهو، يعني الايام اثبتت كلامي عن اجانب سامي كليوباترا اللي كان جايب اول موسم، جايب اجانب فظيع، وحاجه باتمان رهيبه، ولاعيبه بقى لعبوا مش عارف فين، اللي في الترجي واللي في مش عارف فين، واللي في اوروبا وكلام من ده. فين الاجانب بتوع سامي كليوباترا؟ كام اجنبي اتغير في السنتين اللي فاتوا؟ هتلاقوا عدد مهول. ادي هو مصعب البطاط كمان اللي جابوه في قلب الدفاع، ما فيش خالص. طيب والمجموعه بتاعت وسط الملعب وهكذا، ما فيش حد خالص، يعني ما فيش حد يشار لي بالبنان خالص طول السنتين اللي فاتوا، ودي السنه الثالثه، الا فقط جون ايبوكا اللي جاي جاهز اصلا يعني. تمام. طيب عبد الرحمن السكران لاعب من بتروجيت، لاعب عادي جدا برضه، ما لفتش النظر خالص. احمد هاني المدافع لاعب من الجيش اللي كان في الاسماعيلي، لاعب عادي جدا. هو كنت اتكلمت اكتر مره قبل كده عنه، انه باك يمين محدود القدرات جدا جدا على فكره، زيه زي احمد ايمن لو نتذكر برضه اللي كان في الاسماعيلي. الاسماعيلي بيتفنن يجيب باكات يمين غريبه بصراحه. فبرضه مش مفيد خالص 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 يعني. كميه تعاقدات يا جماعه، شوفوا عدد رهيب المجدين فيهم بالظبط. تعالى تعالى كده. ميدو جابر رجوع طبعا ده مهم، وهو اصلا يعني بتاع سيراميكا كليوباترا. احمد ياسرين ادي اتنين، نقول اوكي. صلاح محسن الى حد ما، الى حد ما، ولانه مش هينجح النجاح القوي يعني، لكن يعني ممكن يبقى مفيد كبديل. جون ايبوكا ادي ثلاثة. لا كده أربعة. شكري نسبيا خمسة ماشي. القرموطي ده ممكن ستة. متولي كناريا سبعة. قلنا عمرو قلاوة ده تمانية ماشي. ميدو جابر قلنا عليه، لا حسبناه. طيب تمانية من 19. 8 من 19. تعالى حضرتك بقى للراحلين. كوكو، محمد كوكو اللي راح الإسماعيلي، يعني مش مفيد يعني. يعني رحيله مش خسارة يعني كبيرة. خالد صبحي برضو يعني مدافع عادي. أحمد محسن باك يمين عادي، مش مؤثر أوي، لكن أفضل حقيقي من أحمد هاني. يعني لو قلنا ده ولا ده، لا أحمد هاني اسمه ده أحمد محسن طبعا. شادي حسين طبعا، يعني خسارة كبيرة جدا جدا جدا. مصطفى ميسي برضه لاعب جيد وكان مفيد، ولاني برضه ما لفتش النظر قوي ان هو الفظيع الرهيب، لكن امياز لاعب على الاقل احسن من القادمين يعني في المكان بتاعه. باسم مرسي برضو مهاجم كان جيد بكل المقاييس وعامل تأثير. صالح جمعة عمل تأثير برضو نسبيا جيد، مفيد وكان موجود. محمد حسن أساسي كان في الدايرة، رغم إنه اللاعب مش الرائع ومش المميز لكن أساسي يعني. هو ولا قلاوة، محمد حسن كان متودك في الفريق وقديم، والاتنين هم يعني تقريبا زي بعض يعني. يمكن قلاوة كورته أفضل شوية. أحمد أمين أوفا يعني لاعب متميز جدا جدا في الهجوم وكان مؤثر جدا، ومعرفش رحيله يعني خطأ كبير. نيجي نلعب كده. كان في حاجة غريبة جدا 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 جدا، تعرفكوا ايه العك واللخبطة اللي حاصلة في إدارة الأندية؟ طلع الجيش جاب لاعب يا جماعة، اسمه لاعب اسمه فيكتوري هقول لكم اسمه حالا. فيكتوري بنيانجا. ده لاعب المفروض ان هو نيجيري في مركز المهاجم، عنده 19 سنة، وكان عامل أداء متميز جدا جدا من ساعة ما جه، وانسجم بسرعة وجاب أهداف وحاجة جميلة يعني. جميل. راح فجأة كده ما تفهمش ليه. سيمي كليوباترا خدوا انتقال في يناير اللي فات بشكل من أعجب الأعاجيب. بشكل من أعجب الأعاجيب، لاعب ناجح وانسجم وانتقل. لما بتيجي تلاقينا لاعب أجنبي بالذات ينسجم بالسرعة دي، وكل الدنيا قالت لك لاعب متميز أو عنده إمكانيات جيدة جدا بكل المقاييس. تمام. فجأة سيمي كليوباترا يعني راح لنادي يعتبر في نفس البوتقة بتاعتك، نفس الليفل. تمام. فجأة يروح للنادي ده، ومع العلم ان طلائع الجيش اعتقد كان افضل في الوقت ده في الترتيب نسبيا، ويروح للنادي ده انتقال مش إعارة. وبعد كده نادي سيراميك كليوباترا يبيعه الجنك البلجيكي ويكسب فيه. حاجة غريبة جدا يعني، مش عارف أقول إيه. المهم يعني، ففيكتور لعب انتقال حقيقي خسارة بكل المقاييس. أحمد أمين أوفا كمان يعني خط هجوم قوي تم رحيله. باسم وفيكتور وأحمد أمين أوفا، مش عارف ازاي يعني، ما كانش في اعتماد على احمد امين اوفا، لكن برضه خطأ. جوزيف اوتولي برضو لاعب اللي انتقل لإنبي، بس ما كانش يعني مؤثر. برضو انتقادات اللي على قدها جدا. جمال السعيد لأسوان برضو يعني عادي. محمود صابر لأسوان لاعب جيد على فكرة اللاعب ده في الدفاع، لكن برضو يعني ما خدش حظوظ. عبد الله محمود في الدفاع برضو لاعب مدافع المقاولين، برضو لاعب ما كانش امكانياته عالية، مش مفيد قوي. محمود شكري اللي هو الحارس، حارس على قده. محمود نعيم لاعب ده جيد على فكرة برضو، اعتقد راح أسوان ما كانش فايتني الذاكرة، او انبي حاجه كده. ده كان برضو ما بين انبي واسوان، اللاعب ده من الناشئين اعتقد انبي، ولاعب جيد حقيقي. وليد عبد المنعم لاعب يعني مش مفيد قوي. طارق سامي نفس الكلام. بلال السعيداني من طبعا الشروه بتاعت الاجانب اللي مشيت وما فاتش، رغم ان كان عنده امكانيات اللاعب ده الى حد ما جيده. راح السيليا القطري، ده لاعب تونسي. كوامي بونسو برضو لاعب كان يجي منه، لكن برضو ما ظهرش بشكل جيد ابدا في الفريق، لكن طبعا مش اللاعب الرائع يعني.
عمرو الحلواني لاعب جيد بكل المقاييس رغم كبر سنه، لكن حقيقي من اللاعبين اللي عندهم جرينتا عاليه جدا وعنده لسه مهاره وامكانيات فنيه. برضه رحيله خساره، انا كنت مستغرب ازاي الاسماعيلي تخلى عنه، كان ممكن جدا يتعاقد معاه بسهوله. بس فدول المجموعه اللي مشوا. لا نلاقي ان يا جماعه انت بتتكلم في لاعبين مؤثرين كتير رحلوا. بتتكلم، شوف احنا قلنا 8 من اللاعبين هم يعني المتوقع انهم يدوا بشكل جيد. متوقع لسه يعني، طبعا مع الانسجام وحته خطط اللعب والكلام ده، ومدير فني تتعامل معاهم ازاي، الحاجات دي كلها. لكن انت عندك اوريدي لاعبين كانوا مؤثرين. محسن، شادي، مصطفى ميسي 3، باسم مرسي 4، صالح جمعة 5، حسن 6، فيكتوري 7، أمين أوفا 8، صابر 9، نعيم ماشي أوكي 10، بلال السعداني لحد ما 11، عمر حلواني لحد ما 12. يعني بتتكلم في مجموعة حتى لو كانت دي معارة. طب ما المعار ده ما هو على قائمتك. يعني حتى لو ما كانش بيأدي الموسم اللي فات مثلا، بس على قائمتك، وفي نفس الوقت كان ممكن تستفيد بيه وتعوض وتوفر مبالغ كبيرة جدا. فنلاقي 12 مشيوا و8 فقط هم اللي إلى حد ما اللي يجي منهم شوية. فكده يعني أنت قللت من كفاءتك وقدراتك بكل المقاييس كسكواد. والمتوقع انتظروا، هو طبعا في يناير هيعمل تدعيمات بس محدودة. بس متأكد تماما إن الموسم القادم الجودة هتقل أكتر، لأن القوة الشرائية هتقل وعدد اللاعبين المميزين اللي يجوا هيقلوا. تمام، بتكلم في الكيف مش الكم. الكم ممكن تجيب ان شاء الله 20 تعاقد جديد مفيش مشكله، وهتجيب عدد على فكره. يعني متوقع السنه اللي جايه القصه هتبقى عدد برضه، بتتكلم 12 15 هتبقى متوقع جدا يعني. تمام. طيب فده بكل بساطة طبعا ده كل حاجة في حلقة النهاردة. خدت بس الفرقتين دول بشكل سريع، أنا بعتذر على التطويل. لكن إن شاء الله يعني نكمل بقى الحلقات اللي جاية إن شاء الله في الفترة اللي جاية، ومفاجآت مدوية في التقييم اللاعبين وتوقعات خرافية. وإن شاء الله على خير في حلقات قادمة.